بيصور مجموعه من الاطفال بيقضوا حاجتهم في مشهد في منتهى القذاره، تصرف فعلا ما يطلعش غير من عيل بتوجيه شخص كبير اقل ما يتقال عنه ان هو ناقص. ما بين ان حق ياسين لازم يرجع من الراجل ابو 80 سنه اللي اعتدى عليه، ومجموعه تانيه من الاطفال بيتم محاكمتهم بسبب ان اهلهم خلوهم يعتدوا على طريقه عمهم، بيفضل الطفل هو المجني عليه في المجتمع بتاعنا. فلو حابب تعرف الحكايه تعال احكيها لك. حكايه الطفل ياسين حكايه غريبه شويه. الطفل بيتم الاعتداء عليه من راجل عنده 80 سنه ومساعده الناني وتحت اشراف المديره وتكتم من المدرسه اللي ياسين راح حكى لها. الحكايه ان تم الاعتداء على طفل ياسين في المدرسه او في عربيه الراجل ده، والحكايه دي كانت من سنتين. بس مش ده الغريبه ان اتحرر محضرين قبل كده ضد نفس الراجل والراجل خد فيهم براءه. بس المره دي الموضوع انتشر على السوشيال ميديا وقلوب الناس كلها متعاطفه مع الطفل ياسين وبتغلي من الراجل ده، فتوقع ان النتيجه تكون مختلفه باذن الله، وبالذات بعد بيان الطب الشرعي اللي اشار لاحتماليه وقوع الاعتداء على الطفل فعلا. متحدد جلسه بكره في جنايات دمنهور، واحنا طبعا بنحترم قرارات القضاء، بس كلنا بنتمنى ان الراجل ده لو مدان فعلا يتحكم عليه باشد انواع العقاب، ومش هو بس، هو وكل اللي شارك في الجريمه دي حتى بالصمت، عشان بعد كده يكونوا عبره وعظه لاي حد يفكر يعمل الموضوع التاني. نخرج من موضوع الطفل ياسين نروح لاطفال تانيه. بوست بينزل على النت في فيديو لكاميرا مراقبه قدام شقه بيصور مجموعه من الاطفال بيقضوا حاجتهم في مشهد في منتهى القذاره، تصرف فعلا ما يطلعش غير من عيل بتوجيه شخص كبير اقل ما يتقال عنه ان هو ناقص. بعد انتشار الفيديوهات دي المدارس بتفصلهم، فللاسف مستقبلهم الدراسي بيضيع. بس مش دي المشكله، لا، وكمان وزاره الداخليه بتقبض عليهم هم واهلهم ويتوجه لهم بعض الاتهامات، ومستقبلهم كله هيضيع بعد ما العيال دي تتوضع في الاحداث بسبب افعال اهلهم. في كلتا الحالتين، سواء في حاله الطفل ياسين او في حاله الاطفال دي، فهم مجني عليهم من مجتمع فائد ازاي يتعامل مع الطفل. للاسف لو ده النشء بتاعنا اللي اتهتك عرضه او اتزق في معركه بايخه بسبب كيد النساء ودخل بسببها السجن، فما تنتظرش حاجه من الجيل اللي جاي، عشان الكبير لما بيحصل منه اي موقف بنجري ندوره على اسبابه في طفولته. كل العادات اللي انت بتشوفها على الناس سواء من خير او من شر هي نتاج بذرته وهو صغير، لان من شب على شيء شاب عليه. كنت معاك خالد سعيد في معلومه في المفيد.